طلقني. سلامات، ايش في؟ طلقني. طيب فهميني انا ايش سويت عشان اطلقك؟ يا طلقني دحين يا تشلني بيت انا وتتفهم انت وابي من راسك لراسك. اشلش بيتكم واتفاهم مع ابوش عشان اعرف انا ايش سويت وهطلقش لا طريق. امشي قبالي. تحديث مهم حول الخبر المتداول على فيسبوك: طلاق أصيل حزام ومنى أسعد. ظهر على منصات التواصل الاجتماعي منشور يعلن طلاق الفنان اليمني أصيل حزام من زوجته الإعلامية والممثلة منى أسعد. وقد تداول مستخدمو فيسبوك الخبر بشكل واسع خلال الساعات الماضية. إليك أهم المعلومات التي تم التأكد منها من مصادر إخبارية موثوقة. تفاصيل الخبر: أعلن أصيل حزام انفصاله رسمياً عن منى أسعد عبر منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك، قائلاً إن الانفصال تم بهدوء واحترام وبحسب القضاء والقدر، مستشهداً بآية قرآنية معبرة عن الرضا بما كتبه الله. أرفق أصيل في منشوره آية قرآنية: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، مع التأكيد أنه شارك الخبر احتراما لمتابعيه الذين كانوا على علم بزواجهما السابق. الصحف والمواقع تقول إن الانفصال جاء بشكل سلمي وباحترام كامل بين الطرفين، ولم تذكر أي تفاصيل عن خلافات أو مشاكل كبيرة، أي أن العلاقة انتهت دون تصعيد علني. ما الذي يعرف حتى الآن؟ أصيل حزام أعلن الطلاق بنفسه عبر فيسبوك. لم ينشر حتى الآن أي تصريح رسمي من منى أسعد حول الخبر في وسائل الإعلام، لكن من المتوقع أن يكون رد على منشور أصيل موجود أيضا على صفحتها. كل التغطيات الصحفية تؤكد أن الخبر مستقل وذي صبغة شخصية تم الإعلان عنه باحترام. أصيل حزام هو فنان وممثل يمني معروف، وله أعمال ومشاركات فنية في الدراما والتمثيل.